السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. صنعت الملاكمة الجزائرية إيمان يخلف الحدث في الجزائر والعالم ككل بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، أين قام ملايين الجزائريين بتأييدها بعد الحملة التنمر العالمية عليها والتشكيك في جنسها، وفرحوا لفوزها، فيما انتقدها آخرون كونها امرأة مسلمة ولا يجوز لها التشبه بالرجال. وظهر عم إيمان في أحد القنوات الجزائرية وقال كلاما غير مسؤول، حيث للأسف شبه فرحة الجزائريين الغافلين بفرحة المسلمين يوم فتح مكة، وطلب ناشطون من وزارة الشؤون الدينية إلى ضرورة التحرك فورا والتنديد والمطالبة بمحاسبة القنوات التي بثت هذا الفيديو للعلن وشاهده ملايين الجزائريين. صحيح أن الكثير من الجزائريين وقفوا مع هذه الملاكمة بعد حملة الغرب عليها، ولكن يبقى عملها حرام ورزقها حرام، والملاكمة محرمة في الإسلام سواء للرجال أو النساء، أو حتى التعري بدافع الرياضة في ملابس الجمباز وغيرها، فملابس النساء في أولمبياد أكثر تعريا من الرجال حتى لنفس الرياضة، بكل بساطة لأن إظهار مفاتن النساء يلفت الأنظار والجمهور والمشاهدات، وهدفهم تسليع المرأة وجعلها مجرد أداة أو دمية جنسية، ويهم بناتنا بأن التعري هذا حرية شخصية ومساواة وغيرها، وهو سلاح محرم في ديننا لأنه ببساطة يفسد المجتمع.